عالصحة والجمال كلنا متجمعين، ده كلام حقيقي مش في الخيال، لو حتى تسألنا 100 سؤال عالصحة والجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. وده دايما انا بضرب الامثله بيكم، يعني الناس اخواننا سواء كان في اهل الصعيد او في الفلاحين بتلاقي ان عندهم اقوى جهاز مناعه. شوف رغم ان الميه عندهم ملوثه ويعني الاكل بتاعهم بسيط جدا جدا، لكن بتلاقي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني، ونمسك الخشب اقوى جهاز مناعه بيتمتع به الانسان المصري الريفي او اهل الصعيد. طب ليه؟ لان هو معظم الوقت بيمشي حافي، فلما بيروح الارض الزراعيه بتاعته يقلع الارض او يشتغل في الارض بتاعته مش يقول انا نسيت الكوتشي بتاعي البسه او مش، لا ده هو بيمشي وبيشتغل وعاري القدمين. دي مهمه جدا جدا، فبيقوي عنده جهاز المناعه. لو اي مشكله عنده بسم الله ما شاء الله بتلاقي جسمه جهاز مناعه قوي. احنا لو قلعت انا الجاكيت اجري على الدكتور جالي برد، لكن هو الناس الفوعليه مثلا في عز الشتاء بتلاقيه لابس قط وتلاقيه يشيل القصعه ويشتغل، وبص على رجليه تلاقيه ماشي ايه؟ حافي، يدوس على الزلط الموجود دون. كل ده سبحان الله بيعمل انعكاسات. ام كريم معايا، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم، اهلا وسهلا بيك. لو سمحت بسالك على الام الركبه والكتف اليمين، يعني الركبه الشمال والكتف اليمين تمام فيهم الام على طول. تمام. ما بقدرش ارفع الدراع، يعني اسرح كده ما بقدرش ارفعه. والركبه فيها الم مع ورم. وزنك قد ايه؟ الوزن 105. 105 ده بيروح القلعه عندنا ده. طيب والطول قد ايه؟ الطول 155. طيب طبعا 105 والطول 155 صعب جدا، الجسم كده مليان، فعندي حموله كبيره جدا على الركبتين وعلى القدم، صح ولا لا؟ وهتلاقي طبعا اكيد في الم في اسفل الظهر، مش كده؟ بالظبط كده. طبعا اهم شيء ان انا لازم اشتغل عليه، ان انا احاول انزل الجسم دون شويه. يعني انت طولك 155، لو قدرتي تنزلي جسمك لغايه 75 كيلو يبقى كويس قوي. ودون ممكن ننزله في خلال 3 شهور، على مدار 3 شهور. خدوا بالكم الوزن لما بينزل مره واحده دي بيبقى مشكله كبيره جدا صحيا. ما ينفعش ان انا اقول انا نزلت 20 كيلو في شهر واحد ولا 15 كيلو في شهر واحد وتلاقي عندي الشعر وقع وبتلاقي زغلله وتلاقي ان جهاز المناعه ابتدى يقل، الدوره الدمويه عندي بقت فيها كسل وفيها مشاكل. لا، لازم انزل بالراحه. عايزك تاكلي 5 وجبات في اليوم. انا بقول خسي هتخسي مش هتتخني. هتاكلي 5 وجبات في اليوم، اللي هي ال3 وجبات اللي انت هتاكليهم في اليوم باكلهم بس على 5 مرات او 6 مرات، ما باكلش الوجبه كامله، باكل الوجبه على مرتين عشان اخلي المعده تحرق معايا اكبر كم من السعرات الحراريه. في نفس الوقت لما الوزن بيقل بيبدا حموله الجسم نفسها تقل على القدمين وعلى الركبه. بالنسبه للركبه ممكن من المحتمل تكون فيها نقص الماده الزلاليه الموجوده ما بين المفاصل، فبتحس ان في خشونه شويه، وبرضك في الكتف. فاحاول ان انا اهتم بالاكل بتاعي، والاكل بتاعي ده ان انا اقلل الاملاح في الاكل، الملح بتاعي يكون بسيط قوي، في نفس الوقت اشرب لبن على قد ما اقدر. معايا اتصال تاني، ام احمد، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عندي عمري 65 سنه. ما شاء الله، العمر كله يا رب. الله يخليك. وعندي خشونه في ركبي.